في أوقات كده الواحد بيشوف فيها إن في ناس كتير لما بتتكلم وتقول رأيها وتطرح موضوع وبإثباتات قوية، لازم يدخل شخص ما والكامباك بتاعته مش بتكون موضوعية، بل لازم يشخصنها. وممكن الموضوع يكون مليان شتايم شخصية. وفوق كل ده، لما يطلعك غلط مش بيقولك انت غلطان ليه، بس انت بتطلع غلط يعني عشان رأيك مش في المستوى، مفيش أي إثباتات لأي حاجة. فأنا قلت الصراحة بدل ما اخد الطعم، احنا نعمل حاجة حلوة، احنا نعمل محتوى. بالمرة أي سبب عشان نعمل محتوى، بغض النظر إنه ما كانش ضروري أعمل فيديو زي ده إطلاقا، بس أهو يعني محتوى. وميزة أخرى، بالمرة نكلم الناس اللي الاي كيو بتاعها ما عداش 60، اللي كده كده برضو ردودهم بتكون مش منطقية، هنحط لهم منطق في الكلام بتاعنا يعني. فموضوع النهاردة وبكل سهولة هندخل نتكلم شوية عن أعمال عظيمة البطلة بتاعتها امرأة، سيدة، ست كل بجد يعني موجودة على الشاشة. ولأ، أنا مش هجيب لك أميرات ديزني القديمة خالص، عشان ده سهل جدا تروح تجيب أي فيلم لديزني من التسعينات وتقول عليه فيلم عظيم وبطلة الفيلم امرأة وقوية. بيري اند ذا بيست أو مولان على سبيل المثال يكفوا جدا إنهم يعملوا كده. لأ، أنا هبص معاك على الحاجات الفعلية، شوية سينما بجد في الأول وبعد كده شوية انيميشن، ويمكن نخبط لعبتين تلاتة في الآخر. Gone with the Wind نزل في 1939، وفيلم حرفيا يعتبر من أضخم وأعظم الأعمال السينمائية على الإطلاق، عدا مع الناس بتوع ال political correctness. عندها ست الكل فيفيان لي بتلعب دور الشخصية الأساسية، وهي سكارلت أوهيرا، بنت متدلعة جدا في أول الفيلم، بتحب شخصية معينة من طرف واحد، بس أحداث الفيلم مش بتكون في صالحها، وبتكون وقت حرب الكونفدريشن واليونيون في منتصف القرن التسعتاشر. الظروف بتاعت القصة بتخليها امرأة قوية، وبتكون قصة حب صعبة جدا في الفيلم ده، وبيورينا الجانب الإنساني ليها، سواء الجانب ده سلبي أو إيجابي. فشايف أنا أول حاجة رحت جبتها لك حاجة من 100 سنة توريك إن فعلا قصة عظيمة مع موهبة رائعة هتطلع حاجة في قمة الامتياز. شخصية فيفيان لي أدائها رائع جدا على الشاشة في كل لحظة، ومع باقي الكاست اللي موجودين كمان. ومش هذكر الليد التاني اللي موجود في الفيلم، بس هو عظيم برضو. الفيلم ده 4 ساعات بالمناسبة، فلو حد عايز يدخل يتفرج عليه يشوف له يوم فاضي كده عشان يتفرج عليه فيه. هندخل على فيلم غيره وهو جيزابيل، فيلم قريب جدا من الفيلم اللي فات، وباري ديفيس عاملة أداء أقل ما يقال عليه إنه عظيم. هي حرفيا شايلة الفيلم كله، بطلة الفيلم الأساسية من الأول خالص، والفيلم نفسه حاطط كل الجوانب بتاعتها في الحسبان مع باقي شخصيات القصة اللي موجودة قدامنا على الشاشة. الفيلمين دول عامة مش مطلعين حد في صورة زبالة، حتى موضوع إن وقت الحرب العبيد السمر كانوا لسه موجودين، مش مطلعينهم في صورة إنهم أحسن من غيرهم زي ما بيحصل في أفلام دلوقتي، ولا أسوأ من غيرهم زي ما بعض الناس متخيلة. القصص وشخصياتها بيخدموا القصة وشخصياتهم بس. pure cinema، وغير واقعية تماما بالمناسبة للناس اللي مش بتشغل دماغها وهي تتفرج على الفيلم، عشان برضو الحاجات ديت محتاجة تركيز. هجيب فيلمين كمان كده من الستينات: The Sound of Music مع جولي أندروز، فيلم رائع جدا بالمناسبة، و The Apartment. The Apartment يعتبر من أفضل الأفلام اللي شفتها في التاريخ بالمناسبة، مع الكام فيلم اللي فاتوا. وتاني، الأداء والموهبة حاجة في قمة العظمة، ودي أهم حاجة وأهم مقومات تشيل الفيلم، مش الرسالة إياها. نطلع شوية قدام برضو كده عشان عايزين نروح للألفية، عشان دوت يعتبر برضو حديث بس مش قوي، اللي هو لسه كلاسيك برضو: Almost Famous, Kill Bill, Before Sunset, Mean Girls, Chronicles of Narnia, Little Miss Sunshine. بص، أنا جايب لك حاجات تعتبر سينما، حاجات فيها الموهبة والقصة والشخصيات، العالم والفيلم بيحاول يجذبك ليه، سواء عشان تضحك، تدمع، تفرح، تستمتع. كوكتيل أفلام متنقي من أعظم الأفلام اللي نزل في الألفية، اللي في منهم أبطال الفيلم سيدات. وكل الأفلام ديت بتنجح في حاجة مهمة جدا على رأي عم ستانلي: لو البطل ممتاز جدا ومش محتاج حد ويقدر يلم نفسه بنفسه، مش إنسان قريب من المشاهد بمعنى صح، فين المتعة؟ فوق كده، الأفلام بتحترم الجمهور اللي بيتفرج. انت مش قاعد في محاضرة وانت بتتفرج على فيلم عكس اليومين دول،
بتشوف الشخصية الرئيسية بتحاول تفشل وتعيد وتزيد، تكون مكارة، تحارب، تخسر وتحاول تاني. فيلم Grounded ببساطة شخصيات عارفة حجمها وعارفة مستواها، عارفة عيوبها، وإنسان. الأفلام القديمة الكتير اللي بتركز على المرأة ما كانتش أحادية خالص زي اليومين دول، مع إن كان في منهم برضو أفلام أحادية، لكن أفلام اليومين دول لازم يعملوا سكريبت مخصوص عشان يعدي من تحت السيستم اللي بيرضي أطراف معينة صغيرة جدا فاكرين إنهم الأغلبية الساحقة. وبالمناسبة، مع كل عواقب الشخصيات اللي قلناها ديت، وزي شخصيات أميرات ديزني برضو، وحتى وهم طالعين بكل العبر والمشاكل اللي موجودة في الدنيا، الشخصيات الأنثوية برضو بتتحط في صورة قوية جدا وهايلة قصاد الجميع. وبمناسبة ديزني، تعالوا نشوف حاجة كده رسوم متحركة بره عن ديزني اهو برضو نقضي الواجب زي ما قلنا في أول الفيديو. ممكن نبتدي بشخصيات أفلام كارتون سالون. عندنا أفلام زي وولف ووكرز وسونج اوف ذا سي، دول فيلمين فوق الممتازين الحقيقة، وبنصح جدا أي حد عمره إيه إنه يتفرج عليهم. عندنا شراك برضه عشان شخصية فيونا بارزة جدا في السلسلة بتاعت أفلامه، بس هي شخصية منطقية جدا إنها تكون جيرل بوس، بس حتى هنا هي مكتوبة إنها عارفة مكانها، حتى في شراك ذا ثيرد. وفي برضه شخصية كيري سوفت با من نفس العالم بتاع الفيلم بالمناسبة. The Little Prince برضه موجود، The Lego Movie، كلاوس، Anastasia، Coraline، Chicken Run، Keep Up Demon Hunters، وعندنا المسلسلات كمان. كتارا من افاتار ذا لاست اير بندر، برنسس كارولين من بوجاك هورسمان، هيلجا من هي ارنولد، والباور باف جيرلز. دول كل اللي عدوا من فوق دماغي دلوقتي، انا مش فاكر كل حاجه طبعا بس في اكتر يعني. دول شخصيات مكتوبين بشكل رائع بالمناسبه، وكل واحده فيهم هتلاقي فيه العظيم والكويس والسيء في اللحظات اللي خلت شخصياتهم ممتازه حتى لو بشكل مزعج. ملاحظ انت كل ده وانا لسه ما لمستش الانمي حتى، بس اهو بالمره. Spirited Away، Perfect Blue، Paprika، وعلى ما أعتقد في غيرهم يعني. الشباب ممكن تشارك لو عايزة. كل ده احنا ممكن نراجع وراه وهنشوف أعمال عظيمة جدا بتتصدرها سيدات، وهتلاقي عمل في غاية الجمال، سواء حاجة عائلية لتحفة سينمائية أو حاجة لجمهور فوق السن. الفارق تاني هو إن الشخصيات اتكتبت ازاي وإيه الموهبة اللي وراها. ورا الموهبة هتلاقي عظمة لو قررت تدور ورا الحاجات التقيلة القديمة زي الأفلام اللي قلناها دي. وعشان ده محتوى برضه، عشان خاطر المحتوى، لو هنروح للألعاب تجنبا عن عمد شخصية لارا كرافت، هطلع لك من سلسلة Red Dead Redemption شخصية بوني ماكفارلان، أبيجيل مارستون، سيري أندلر، بلاك بيل. ما تخافش، مش هتعرفهم غير لو لعبت السلسلة. عندك برضه من الألعاب الرئيسية بتتصدرها امرأة، Beyond Good and Evil، Resident Evil، No One Lives Forever، Metroid، Shantae، Parasite Eve، Mirror's Edge، Portal، Half-Life Alyx. وعندك سبونج بوب باتل في بيكيني بارم وانت بتلعب بشخصية ساندي. ما اعتقدش انك هتتعب عشان تدور على لعبة بتصدرها امرأة او بتشارك في الصدارة. كل الألعاب اللي ذكرناها دول بالمناسبة نجحوا في تواجد شخصياتهم في العالم اللي اتعملوا فيه بأشكال مختلفة عن الأفلام، وكل دول معمولين بحسابات تاخد في بالها العيوب والمميزات وما خلافه اللي خاصة بالشخصية والعالم واللعبة اللي اتحطت فيها. مش هكمل اكتر من كده الصراحة في الفيديو لانه ابتدى يطول، بس انت خدت فكرة يعني. المشكلة ما كانتش في السيدات على قد ما الهبل اللي بيتعمل دلوقتي وراه سرد مختلف بين المرأة انها قوية جدا بشكل مش طبيعي، بتعمل حاجات ذكورية، بتبين الرجالة عبط وملهمش اي لازمة، طلع الرجالة بشكل انثوي، الخ الخ الخ. احنا ممكن نقعد نتكلم للصبح عن ليه الافلام القديمة اللي صدرتها امرأة كانت عظيمة وليه نجحت ولسه مسمعة لحد دلوقتي. وحتى في الاعمال التانية بره عن الافلام ممكن نصيح يعني. الاختيارات موجودة يعني، لكن حاول ما تكافئش الافلام اللي بتصغر الراجل وبتضخم المرأة بشكل غير طبيعي عشان رسالة معينة، مش عشان قصة بالفعل معمولة بعالم ومشاكل وشخصيات قوية.